القصه ديال اليوم فيها بزاف ما يتقال وكان ديجا دوا عليها بزاف ديال الناس، ولكن اليوم غادي تسمعوها بطريقه اخرى. غسيل الاموال، البيدوفيليا، تجاره المخدرات، تعذيب، بيع الاعضاء البشريه، الاختطاف، هادشي كامل كاين في الدارك ويب او الديب ويب او الانترنت المطلق. اليوم غادي نعاود لكم على القصه ديالي مع الديب ويب. فكيف العاده الا بغيتي تفهم علاش وكيفاش ومناش خليك معانا. كانت عندي 18 عام، اول مره غادي نعرف باللي كاينه شي حاجه سميتها الديب ويب. في ديك الوقت كنت مبلي بالالعاب بزاف وكندوز فيهم وقت طويل. المشكل هو ان واحد النوع ديال الالعاب ما كانش متاح لكل شيء، فئه قليله اللي عندها الفلوس هي اللي ممكن تشري هاد الالعاب. المهم كانوا شي صحابي عندهم على الانفورماتيك وكنت سولتهم على هاد القضيه، قالوا لي باللي كاينه واحد الطريقه اللي ممكن تيليشارجي بها اي حاجه بغيت وبلا ما نخلص والو، وممكن نعرف الجديد في اي لعبه كيف ما كانت واخا تكون يلاه بانت في السوق. ولكن نصحوني باش ما ندخلش لهذا الموقع، وملي سولت على السبب قالوا لي باللي اللي كيدخل لهذه البلاصه ما كيعاودش يخرج. هاد الجمله بدات زادت شعلات فيا العافيه وزادت في الفضول ديالي باش نعرف شنو كاين في هاد الديب ويب. كانت التجارب الاولى ديالي في الديب ويب عاديه جدا، كندخل كنشوف الجديد في الالعاب وكنعاود نخرج. كانوا عندي بزاف ديال الاصدقاء مجهولي الهويه، ولكن كتجمعنا حاجه وحده هي حب الالعاب. كلشي كان غادي مزيان حتى لواحد النهار صيفط ليا واحد الصديق ديالي في الديب ويب رابط لاحد المواقع. ملي دخلت باش نشوف شنو كاين في هذا الموقع ونكتشف شنو اللي كاين فيه، لقيتو ديال احد مسمي راسو جون. المهم بقيت داخل الموقع كنتسنى شنو اللي غادي يوقع. واحد شويه هو يصيفط جون واحد الميساج واللي كاتب فيه من بعد 15 دقيقه غادي نطلق لايف في مكان عمومي. اول دقيقه وصل العدد ديال المشاهدين ل 3500. ديك الساعه قلت مع راسي باللي هادشي ما فيهش تفليه، وبدات كتدخلني شويه الخلعه. من بعد 5 ديال الدقائق وصل عدد المشاهدين ل 150 ألف شخص. دخل جون لواحد السوق فيه بزاف ديال الناس وبقى كيدور عادي حتى لهنا كلشي مزيان. شويه بداو بزاف ديال الناس كيطلبوا منه يسالي مع شي واحد باش يثبت ليهم باللي هو ديال بصح. هادشي كامل كان بالنسبه ليهم غير ضحك وتفليه. داز 30 دقيقه من اللايف وجون ما كيدوي ما كيصيفط ميساج. واحد شويه هو يوقف خدا الكاميرا وشاف فيها، كان داير واحد الماسك باش ما يبانش وجهه وما تعرفش الهويه ديالو. هو يدوي وقال بواحد الصوت اللي كيخلع: من بعد 15 دقيقة إلا وصل عدد التبرعات ل 12 البيتكوين غادي نختار شي واحد بشكل عشوائي وغادي نسالي معاه. قبل ما يدوي كان العداد ديال البيتكوين 0 على 12. شويه بدا داك الشيء كيزيد بشكل بطيء. تخيل معايا 375 ألف شخص كيتفرجوا في لايف، كلهم كيتسناو شي واحد يموت. من بعد كل دقيقه عداد البيتكوين كيزيد. دازت 7 دقائق والعداد وصل ل 2.6. كلشي متحمس، كلشي كيكتب وكيتسناو شنو اللي غادي يوقع بفارغ الصبر. واحد الفئه قليله اللي كانت كتطلب منهم يوقفوا التبرع وكانوا كيقولوا باللي ارواح الناس ماشي لعبه. بقيت جامد في بلاصتي جالس وكنتفرج وكنتخيل شنو اللي غادي يوقع ملي غادي تدوز ديك 15 دقيقه. ديك الساعه كان البيتكوين ساوي 4700 دولار، اي ان حياه الناس كتساوي 70,000 دولار. حسيت بواحد الاحساس خايب بزاف، وعمرني توقعت باللي كاين واحد النوع ديال الناس اللي ممكن تعطي الفلوس باش تشوف بنادم كيموت وتلذذ بالهلاك ديالو. خرجت من داك السيت حيت ما بغيتش نشوف شنو اللي غادي يوقع من بعد. ديزانستاليت لابليكاسيون ومن ديك الساعه ما بقيتش كندخل للديب ويب. كانت هذه قصه بسيطه مقارنه مع المصائب اللي كيوقعوا في الديب ويب. قبل ما نساليو الى عجبكم هذا النوع ديال المحتوى وقولوها لي في كومونتير باش ندير لكم جزء ثاني. كان معكم سكانومان، نتلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم.